السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في اليوتيوب. أهلا بكم في فيديو جديد. وخلاص اكتمل المربع الذهبي من كأس الأمم الأفريقية، وفرحة كبيرة لمنتخبنا ومنتخب مصر. والله وعملوا الرجالة وصعدوا لدور الأربعة اللي هو قبل النهائي لمقابلة المنتخب السنغالي أسود ترانجا، ونكسة كبيرة للمنتخب الجزائري العريق. بنيجي للمباراة الأولى للمنتخب الجزائري. بصراحة خيبة أمل كبيرة في المنتخب الجزائري في عدم التأهل وعدم تخطي عقبة المنتخب النيجيري للأسف الشديد. المنتخب الجزائري والمدير الفني موجوش للأسف الشديد. خيبة أمل كبيرة. استغل فيكتور أوسومين بصراحة الخلل الدفاعي وأحرزوا هدفين في الشوط الثاني. للأسف الشديد ما فيش ردة فعل للمنتخب الجزائري رغم التبديلات، رغم التعديلات من المدير الفني السويسري للأسف الشديد، مع أخطاء تحكيمية فادحة من عيساسي على الاتحاد الجزائري. تقديم شكوى ضد هذا الحكم في التعنت في الانذارات الكثيرة للاعبين الجزائريين للأسف الشديد، وتنتهي المباراة بخيبة أمل كبيرة للمنتخب الجزائري. أما المباراة الثانية مبروك للمنتخب المصري الصعود إلى دور نصف النهائي لمقابلة السنغال أسود ترانجا بالتغلب على صاحب اللقب المنتخب الإيفواري بدعاء المصريين وبالبركة. بفضل الله تم استغلينا الغفلة الدفاعية الأولى في الدقيقة 3 عن طريق مرموش، ثم بيكمل المسيرة رامي ربيعة، ثم الهدف والفرحة الكبيرة لمحمد صلاح، ويتعادل محمد صلاح بالنسبة للهدافين التاريخيين مع الكابتن حسام حسن. يعتبر الثالث مقرر 11 هدف مع المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. فرحة كبيرة، فرحة عارمة بالنسبة للاعبين والشعب المصري والشعب العربي. ما كناش متخيلين ان المنتخب المصري هيوصل لهذه النقطة، هو السيمي فاينل. للأسف الشديد كلنا محبطين من الأداء الفني. بصراحة احنا صعدنا بالبركة وعزيمة الرجال، وأول حاجة توفيق من عند ربنا ودعاء الوالدين ودعاء المصريين المخلصين. بصراحة أداء كبير للاعبين. غير تغييرتين بس أو 3 تغييرات في المباراة. كنا نأمل إن احنا نشوف أحمد سيد زيزو في هذه المباراة، بس للأسف الشديد هنشوف المباراة اللي جاية إن شاء الله الدنيا رايحة على فين. احنا شغالين مع منتخب مصر المباراة بمباراة. هنشوف إن شاء الله المنتخب المصري هيلعب أمام المنتخب السنغالي الساعة 7، ودي هتكون يوم الأربعاء إن شاء الله. توقعاتنا مفيش توقعات. المنتخب المصري ممكن يدي السنغال 3 أو 4. أما بالنسبة للمنتخب المغربي فهو إن شاء الله هيقابل المنتخب النيجيري، ودي هتكون يوم الأربعاء الساعة 10 مساء. بالتوفيق للمنتخب المصري، بالتوفيق للمنتخب المغربي. ديما المغرب والمنتخب المصري عملوها بعزيمة الرجال وتوفيق من عند ربنا ودعوات المصريين المخلصين. في الذكر النادي الأهلي بيفوز النهارده على نادي فاركو 4 لهدف. نجم هذه المباراة هو النينجا حسين الشحات. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. وعملوا رجالة وصعدوا لدور الأربعة قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية على الأراضي المغربية. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. محتوى رياضي محترم معبر عن الشارع الرياضي المصري البسيط من ذوي الهمم. محمود فتحي الله وعبد الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم.